بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا للإخوة الزملاء الصحفيين على مواكبتهم لمسيرة الأقطاب التي ستنظم من انطلاقا من قطب مراكش بساحة الحمام ساحة الحارتي بمدينة مراكش. هذه المسيرة التي تشهد حضور قطب مراكش اللي تشهد مجموعة من الأقاليم من نهار حامنة تينغير بني ملا، هذه الأقاليم المحيطة بمراكش التنسيقية قررت تقسيم يعني خارطة الأستاذية لهيئة التعليم على 4 أقطاب ومنها قطب مراكش. هذه المسيرة التي تأتي ردا على الحوارات الغير مسؤولة والتي نعتبرها حوارات عبثية لأنها لا تذهب إلى جوهر الإشكال، والمتمثل في المطلب الأهم والأوحد والوحيد هو إسقاط نظام المآسي. هذا النظام الذي أتى ببنود رجعية أتت للإجهاز على كل مكتسبات نساء ورجال التعليم عبر تاريخهم النضالي للرقي بهذه المنظومة وبحقوق الشغيلة التي تمارس مهنة التدريس. الحوارات العبثية لا زالت مستمرة ولا زالت لا تتعاطى مع مطالب الشغيلة ومطالب التنسيقيات المتواجدة في الميدان، لا زالت لا تتعاطى بجدية مع مطالبها، في حين أنها تراهن على ربح الوقت واستنزاف الطاقات الأستاذية. وهذا يعني هو يعتبر وهم، لأن الأساتذة والأستاذات عازمون على الاستمرار في المعركة بقوة وعزيمة كبيرة إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الكرامة، عودة الكرامة إلى رجال ونساء التعليم وإسقاط نظام المآسي. هذا النظام الذي انتظرته الشغيلة التعليمية لأزيد من عقدين من الزمن، ولكنه أتى ببنود رجعية تتمثل في مجموعة من ضمنها مجموعة من العقوبات كأنها تتعامل مع سجناء وليس مع أطر تربية وتكوين. كذلك من ضمن المسائل يعني الزيادة لكل المكونات التي تشتغل في المنظومة باستثناء الرجل الميدان الأول وهو الأستاذ والأستاذة، فليس هناك أي تعويض، بل أضيف إليه مجموعة من المهام التي كانت هي تطوعية واختيارية بل أصبحت إجبارية، وإذا لم يقم بها فهناك يعني مجموعة من العقوبات، رزنامة من العقوبات التي تنتظره. ومن ضمنها كذا من ضمن هذه العقوبات يعني بند لا يمكن أن يعني يتصوره الإنسان هو القهقرة في السلم. هذا السلم 11 مثلا بالنسبة للابتدائي والإعدادي الذي يعتبر حلما، وجاء بند من العقوبات هو يعني القهقرة في الدرجة، وهذا يعتبر تراجعا خطيرا. لن نسكت ولن نسكت على هذا النظام، نظام المآسي. لا نطالب بتجميده، التجميد غير موجود، مفهوم غير موجود في القانون. المفهوم الحقيقي هو السحب أو إلغاء بمرسوم آخر، والأمر بسيط لا يستدعي كل هذا التعنت. كما مر النظام في الأول بمجلس حكومي يمكن أن يسحب بمجلس حكومي بشكل بسيط. بالإضافة إلى مسألة الزيادة في الأجور، فالحياة المعيشية للمواطن المغربي تشهد ارتفاعا صاروخيا في الزيادات، ولكن الزيادة في الأجور تظل جامدة مثل ما قامت به الحكومة مع المرسوم. جمدت المرسوم، ولكن هي قبل ذلك جمدت الأجور وجمدت الحركة الاقتصادية للدولة ككل. إذا نحن من هذا المنبر ومن مسيرة الأقطاب لقطب مراكش نطالب بسحب النظام، نظام المآسي، وزيادة في الأجور بما يحفظ كرامة رجال ونساء التعليم، والحفاظ على مكتسبات المؤسسة العمومية بحيث لا يعقل أن جل تلاميذ ما يزيد أزيد من 6 ملايين أو 7 ملايين تلميذ لا يدرسون طيلة شهرين، في حين أن تلاميذ التعليم الخصوصي يمارسون حياتهم الطبيعية وحقهم الدستوري في التعليم، هذا الحق الذي سلبته الحكومة من أطفال المغرب قاطبة. ولكن كما يقال كما كنقولوا بالدارجه اللي يديه في العافيه ماشي اللي يديه في الماء، لان الحكومه وابناء الوزراء وابناء المسؤولين عن التشريع ابنائهم لا يدرسون في المدارس الخصوصيه بل يدرسون في مدارس البعثات الاجنبيه، وهذا ما يجعلهم في اطمئنان على مستقبل ابنائهم ولا يهمهم مستقبل ابناء الطبقه المتوسطه والفقيره وابناء الشعب المغربي قاطبه.
تحياتي لكم جميعا.